صلوا على النبي وتعالوا نشوفوا حكاية النهاردة بتقول ايه. وبيبدأ مسلسلنا مع يوان واللي بتكون بنت بسيطة وبتعاني من التنمر، وده بسبب شكلها، وبتكون مش حلوة لدرجة ان كل الناس بيبصولها بصة اللي هو ازاي في حد بالوحشة دي. وبنعرف انها رايحة مقابلة شغل ومتوترة جدا، وبتكلم زميلها سو وبتسأله لو متأكد من ان الرئيس ما بيهتمش بالمظهر وكده، فبيأكد لها سو انه ما بيهتمش غير بشطارتها وموهبتها في الشغل وبس. وتعالوا بينا نشوف شين واللي بيكون هو المدير، وبنعرف انه اساسا بيعاني من عمى الوشوش، يعني ما بيقدرش يشوف وش البني ادم كويس، وما بيحكمش عليهم او يميزهم من لبسهم ومظهرهم، انما من صوتهم وحركاتهم الجسدية وبس، وبيكون قادر يميزهم من الحاجات دي ويعرفهم من غير ما يشوف وشهم. وبنعرف كمان ان مفيش حد في الشركة كلها يعرف موضوع عمى شين ده خالص غير سو، لانه مساعده الشخصي وقريب منه جدا. وبيكون شي وراه موعد جديد مع بنت جديدة، لان بيدور على واحدة مناسبة يتجوزها، وده لانه مش مؤمن بفكرة الوقوع في الحب عامة، وبيكون عاوز واحدة كويسة من جواها مش سطحية أو مهتمة بالمظاهر وبفلوسه. وبيفكروا سو إن بعد ميعاده ده هو وراه ميعاد تاني في نفس المكان مع البنت الجديدة اللي عاوزة تشتغل معاه في شركتهم. وبيروح شي علشان يقابل مينج، واللي بنعرف إن أخوها شريك شين في الشركة وليه أسهم فيها، وطبعا بيكون مديها خلفية كبيرة عن شين عشان تقدر تعجبه ويتجوزها. لكن أول لما شين بيوصل وبيقعد بتكون مينج طالبة كابتشينو، وبيبدأ شين يبص على أسلوب لبسها ونمطها، وبالتالي بيقولها انه مش موافق، وده يعني انه مش موافق على الجواز منها. فطبعا مينج بتتحرج وبتعمل نفسها ما خدتش بالها اساسا من عدم موافقته دي، وبتتحجج انها هتروح الحمام، وده يعني علشان تكسب وقت او تحاول ترجع تغير فكرته، وبتقوم تسيبه وبتمشي. وبيكون شين عطشان وبيفكر ان عاوز قهوة متلجة، وفي نفس اللحظة دي بتيجي يوان وبتحط القهوة المتلجة قدامه، فبيطلب منها تقعد، وبيسألها هي ازاي عرفت انه بيفكر في القهوة المتلجة، فبتعرفه يوان انه باين عليه انه حران وعطشان من تصرفاته، وعلشان كده هي فكرت ان ده المشروب الانسب ليه علشان يروي عطشه ويحسسه بانتعاش ويفوقه كده. وساعتها شين بينبهر بيها وبيقولها انه موافق على الجواز منها، فبتتصدم يوان لانها كانت فاكراه موافق على انها تشتغل عنده بس، وفي نفس الوقت لانها مش حلوة خالص. بس بتفتكر يوان كلام سو ليها عن ان شين ما بيهتمش بالمظهر الخارجي، وساعتها بتحس ان في بني ادم قدر انه يقدر جوهرها الداخلي، وعلشان كده هو اكيد عجبته. وساعتها بتوافق هي كمان على الجواز منه، وبياخدها شين وبيخرجوا. وساعتها بتخرج مينج وبتستغرب هو ليه مع يوان، وبنعرف انهم كانوا زمايل في المدرسة. اما سو فبيتصدم اول لما بيشوف يوان خارجة ورا شين، وبيسألها على اللي حصل ولو اتقبلت في الوظيفة، فبتقوله يوان وهي مبسوطة جدا ان اخيرا في حد قدر روحها وقدر انه ما يحكمش عليها بالمظهر زيه وزي ابوها، وانها هتتجوز من شين. فبيتصدم سو، وطبعا ما بيقدرش يكسر فرحتها بانه يعرفها ان شين اساسا ما بيشوفش، وانه كان فاكرها العروسة اللي رايح يقابلها. وبيسكت على كل ده لان اول مرة يشوفها مبسوطة ومتحمسة لحاجة بالشكل ده. وبتتجوز يوان من شين فعلا، وبتخرج وهي مبسوطة جدا بشهادة جوازهم دي، ولانها ما كانتش متوقعة ابدا انها هتتجوز وخاصة بالسرعة دي. وساعتها بيقول لها شين انها بقت مراته، وعلشان كده هتنتقل للبيت بتاعه وهيديها مصروف 1,000,000 يوان كل شهر علشان لو احتاجت حاجة، ده غير انه بيكون مديها زي مهر كده 10 مليون. وبتفضل يوان مبهورة ومبسوطة، وفعلا بتروح معاه على البيت، وهناك بيعرف الخدم عليها وانها سيدة البيت من دلوقتي وكل طلباتها لازم تكون متاحة. وطبعا الكل بيبدأ يبص على شكلها ويستحقرها ما عدا رئيسة الخدم شو، واللي بتكون شايفة الموضوع بنظرة مختلفة، وان اكيد يوان قلبها نقي علشان شين يختارها. وبتزعق في الخدم اللي بيتنمروا عليها، وبتعامل يوان كويس جدا وباحترام. وساعتها بتلاحظ ان يوان حد خجول ومحترم في التعامل وطيبة كده، وبتتأكد ان علشان كده شين اختارها، وبتديها لبس كتير طلب منها شين انها تشتريهولها، وبتقولها اتمنى ذوقي يكون عجبك. فبتشكرها يوان بمنتهى الادب والاحترام لانها تعبت نفسها. وساعتها شو بتحبها اكتر، وبتنزل شو تزعق في الخدم وتنبه عليهم ان ممنوع حد يضايق يوان او يتكلم معاها بشكل وحش لانها حد كويس وقلبه نظيف. وبتأكد عليهم انهم كلهم لازم يكونوا في خدمتها، واللي هيأثر معاها في اي حاجة هتطرده فورا. وبنشوف مينجي واللي بترجع لأخوها وهي متضايقة ومتعصبة، وبتحكيله على اللي حصل، وبتكون عرفت ان شين اتجوز خلاص، بس اخوها بيقولها انه ممكن يطلقها عادي، وبيتفقوا على خطة سوا. وفي الوقت ده بيكون شين قاعد مع سو بيتكلموا عن الشغل وعرض مهم جدا في الشركة،
وبتسمع يوان كلامهم وبتشوف التصاميم، وساعتها بتقترح عليهم حاجات بتبهر شين بشطارتها ومهارتها في الشغل، وعلشان كده بيقرر يعينها في الشركة. بس بتصمم يوان انها ما تكشفش عن هويتها، وعلشان ما تتعرضش للتنمر بتلبس ماسك علشان ما حدش يشوف وشها، وبيقدمها سول فريق الشغل واللي بتشاركهم افكارها، وبيكون الكل حبيبها ومنحاز ليها. وساعتها بتشوفها مينج فبتتعصب وبتقول لكل الموجودين انها كانت زميلتها في المدرسة وانها وحشة جدا، وبتفضل تتنمر عليها وبتقولها تخلع الماسك وتوريهم شكلها اللي محدش يطيق يبص عليه. وساعتها بيوصل شين واللي بيسكت مينج وبيزعق فيها علشان تعتذر من يوان والا هيطردها من الشركة، فبتعتذر لها مينج غصب عنها وبتمشي وهي متعصبة. بتروح لاخوها تحكيله على اللي حصل، فبيفضل يهديها وبيقولها تتحمل شوية لان الوضع ده مش هيستمر كتير. وفي الوقت ده بتكون يوان قاعدة منهارة من الخوف لان شين خلاها واجهة للمشروع بتاعه، وان هي اللي هتعرض المشروع قدام الناس والصحافة، وبتكون خايفة جدا لان محدش هيتقبل شكلها وساعتها المشروع هيبوظ. بس بتقدر توصل لفكرة هايلة، وهي انها هتلبس ماسك بتصميم مبهر مع فستان مبهر، وده بحجة انها مش عاوزة تكشف عن هويتها علشان الناس تركز مع المشروع اكتر مش معاها. وفي الوقت ده بيكون شين بيتكلم مع الدكتور عن دواء العمل وش ده لو يقدروا يخلصوا تركيبته، لان المرة دي هو في حد نفسه يشوف ملامحه جدا، وطبعا بيكون قصده على يوان. وبيجي وقت الحفلة وبتكون يوان لابسة وجاهزة بس متوترة جدا من عدد الناس اللي هتظهر قدامهم، وده لانها كانت دايما بتعاني من التنمر بسبب شكلها، بس في نفس الوقت بتحاول انها تهدي نفسها، وده لانها لابسة ماسك ومحدش هيشوفها، فبالتالي مفيش احراج ولا حاجة، وبتفضل تشجع نفسها كتير. وبنشوف شين واللي ساعتها بيديه الدكتور حباية كتجربة يعني، وفعلا بيقدر انه يشوف ويميز وشوش الناس لأول مرة في حياته، وبيكون متحمس جدا علشان هيشوف وش مراته، وده بيخلي سوء قلقان جدا لان ساعتها كل حاجة ممكن تنتهي ويوان تنجرح من كلامه. ولسوء الحظ بتكون مينج هي اللي هتقدم يوان للناس علشان تتكلم عن المشروع، وبيكون واضح جدا انها عندها نوايا خبيثة. وبتخرج يوان على المسرح وبتبدأ انها تتكلم عن المشروع، وساعتها بيبان ان مينج زق الصحفيين علشان يطالبوا يوان انها تخلع القناع علشان تحرجها يعني، فبيسألوها هي ليه لابسة قناع ومخبية وشها، فبتتحجج يوان بأنها عملت كده علشان يركزوا أكتر مع المشروع، وبتسألهم هما جايين النهاردة علشان ايه، فبيجاوبوها انهم جايين علشان المشروع، فبتقولهم يبقى نركز في مشروعنا. وبتبدأ فعلا عرض المشروع واللي بيبهر الكل، بس برضه في صحفي تنح ومزقوق عليها وبيقولها انت مخبية وشك ليه يا ستي، وبيطلب من شين انه يخلع قناعها ويكشف عن واجهة المشروع بتاعه، بس ساعتها شين بيرفض وبيقولهم ان هم هنا متجمعين عشان المشروع مش علشان شكلها. وعلى الرغم من انه بيكون فضول اتجاهها ومش عارف هي ليه رافضة تخلع القناع، الا انه بيدعمها وبيسكت الكل، ولان مينج كل همها انها تفضحها فما بيفرقش معاها بقى هتطرد ولا لأ، وبتكون مستبيعة وبتقرر انها تكشف بنفسها عن وش يوان. بس قبل ما بتشد القناع شين بيوقفها وبيزعق فيها لانها بتعمل كل حاجة عكس رغبة يوان، وساعتها بتتمسكن مينج وتقوله انها بس كانت عاوزة ترضي فضول الجمهور، وبتحمد يوان ربنا ان شين لحقها. بس يا فرحة ما تمت بتتكعبل يوان وهي خارجة وبيقع منها القناع، وساعتها بقى بيتصدم الكل من وحشتها، وبدأوا بردة فعل كبيرة جدا عن الموضوع ده لدرجة ان يوان بتحس بالإحراج وبتفضل تعيط. وساعتها بيطلع سو جري يهديها وبيقول لشين انه هياخدها على البيت، وبتفضل يوان تعتذر لهم لانها بوظت لهم كل حاجة. وساعتها بيزعق شين في الكل وبيسكتهم، وده لان مش الطبيعي ان يحكموا على الناس لمجرد شكلهم او من مستوى جمالهم، وبيقول لهم ان يوان حد شاطر جدا في شغله، بس بيفضلوا يلوموه لانه اختار حد بالبشاعة دي يمثل شركته، مع انه كان ممكن يختار حد شكله كويس ولا حتى يعمل لها اي عملية تجميل تعدل خلقتها دي قبل لما يطلعها ليهم. وساعتها بيخرج شين كل الموجودين وبيهددهم ان اي حد هيتكلم تاني عنها هيقضيه. وساعتها بتحس يوان انها اختارت صح وان جوزها فعلا مقدر روحها، وبيستغرب سو من ردة فعل شين بعد ما شاف شكل يوان، بس بياخد يوان وبيخرجها علشان يرجعها على البيت.
وفي الطريق بيكون عاوز يقولها الحقيقة، بس بعدين بيسكت لأن شين شافها خلاص، وواضح انه فعلا ما بيحكمش على الناس من مظاهرهم، فما بيكونش عاوز ينكد عليها على الفاضي ويخرب علاقتهم، خاصة ان يوان بيكون باين عليه انها حبته واتعلقت بيه جدا. ولما بيرجع سول شين بيسأله شين هما ليه الناس أدت ردة الفعل الكبيرة دي على شكل مراته، فبيفهم هنا سو ان شين لسه ما شافش وش يوان، وبيسأله ازاي ما شافش مراته مع انه واخد الحباية، فبيقوله شين ان مفعول الحباية راح بمجرد طلوعها على المسرح، وانها حباية تجريبية ولسه مفعولها مش اكيد. فبيطلب منه سو انه ما يهتمش بكلام الناس وحكمهم، لان في الحقيقة يوان حد كويس وناجح في شغله. وساعتها شين فعلا ما بيهتمش، وبيكون قافل على الصحافة اللي صورتها علشان يخلي رجالته تمسح الصور دي وتتأكد من ان اللي حصل ده مش هينتشر عليه اشاعات تضايق يوان. وبنشوف يوان واللي بتكون قاعدة في البيت متضايقة جدا من اللي حصل، لدرجة انها بتشرب كتير علشان تنسى، وكمان بتكتب جواب استقالة من الشركة علشان هي مش عاوزة شين يتعرض للاضطهاد او الاحراج بسببها. وفي الوقت ده بيجي شين من بره وبيلاحظ ان يوان شربت كتير، وده من كتر الاحباط والزعل، وبيحاول انه يهديها ويهون عليها، وبيطلب منها ما تفكرش في اللي حصل وانهم يناموا وينسوه. فبتتوتر يوان وبتسأله لو كان هينام هنا، فبيفكرها ان دي اوضته وسريره يعني، وبيقولها انه السرير كبير وهياخدهم هما الاتنين. فبتتوتر يوان اكتر وبتتحرج لدرجة انها بتروح تجيب مية، فبتقوم قلبها على شين وبتفضل تعتذرله وهي خايفة منه، فبيهديها شين وبيروح علشان يغير هدومه. وبنروح لمينج واللي بتلاقي واحدة اسمها شيوا داخلة عليها بتقولها انها سمعت انها ما بتحبش يوان، وعلشان كده هي عاوزة تتعاون معاها لانها ما بتحبهاش برضو. وبيكون واضح على شيوا دي انها بتحب برضو شين، بس مينج بتقرر تتعاون معاها بس علشان يتخلصوا من يوان، وبعدها هي هتبقى تتخلص من شيوا هي كمان. وبيخرج شين من الحمام وبيروح ينام في سريره، بس يوان بتفضل خايفة ومتكورة كده بعيد عنه، فبيطمنها شين انه مش هيقرب منها طول ما هي مش مستعدة لده، وبيطلب منها انها تنام لان وراها شغل كتير في الشركة الصبح. وبيجي تاني يوم وبتروح يوان على الشركة وبتلاقي شيوا في وشها، وبتكون بتعملها وحش وبتطلب منها شغل كتير، وبنعرف انها مديرة في القسم. وبتعرف شيوا يوان انه هي وشين كانوا زمايل في المدرسة ويعرفوا بعض من زمان، قريبين من بعض جدا يعني. وساعتها بتحس يوان بالزعل، وده لانها شايفة ان شيوا بنت جميلة جدا وكمان شاطرة في شغلها وليها علاقة قديمة بشين، وعلشان كده بتفهم من كلام شيوا ان في علاقة بينهم، وبتفضل دماغها مسوحاها طول اليوم وبتفكر في الموضوع. وفي الوقت ده بتدخل شيوا على شين، ولانها لابسه نفس لبس يوان وكمان رفعت شعرها ديل حصان، ولان طبعا شين عنده عمل وشوش فبيفكرها يوان، لانه فاكر ان يوان لمت شعرها الصبح قبل لما ينزلوا علشان الحر. وساعتها بيمسك ايديها وبيلاقيها باردة جدا، فبيفهم انها بردانة وبيغطيها بالجاكيت بتاعه، وبتتبسط شيوا قوي لان شين بيعملها بلطف. بس في الوقت ده بتدخل يوان عليهم وبتشوف اللي بيحصل ده فبتتصدم وبتوقع الملفات من ايديها، ولما بيبصلها شين بيفهم ان اللي جنبه دي مش يوان، وساعتها بيزقها وبيطلب منها انها تبعد عنه، وبيسألها هي جات ليه، فبتتحجج بالشغل لكنه بينبهها انها تلزم حدودها وما تقربش منه تاني وتركز في شغلها وبس. وبتستغرب شيوا من التغيير المفاجئ ده، وكمان بياخد جاكيته منها وبيطردها بره مكتبه. وبتتضايق شيوا لانه اتغير كده من اول ما شاف يوان، وبتكون يوان بقى مصدومة وشايفة انه ليه حق يعجب بشيوا لانها حلوة، وانه اكيد برضه في الاخر هيهتم بالشكل زي اي راجل. وبتخرج يوان علشان تروح، فبتلاقي شيوا واقفة بعربيتها وبتقولها ان شين طلب منها انها توصلها ليه، فبتركب معاها يوان وبتصدقها بمنتهى العفوية. وبيشوفهم سو وبيستغرب كده وما بيكونش مرتاح، فبيرن على شي علشان يعرفه. وبتركن شيوا قدام فندق وبتقولها على رقم الأوضة اللي شين فيها، ولما بتطلع له يوان بتتفاجئ بوجود راجل غريب بيحبسها فيها، ولما الراجل بيشوف شكلها بيبدأ انه يتنمر عليها وبيقولها والله لو انا اعرف ان دي الخلقة اللي جاية مكنتش جيت، بس مش مهم، انا راجل حقاني ومدفوع لي فلوس كتير علشان ابسطك، فهبسطك ما تخافيش. وبيحاول انه يقرب منها غصب عنها، وبتفضل يوان تقاومه لحد لما بيدخل شين عليهم فجأة وبيلحقها من ايده، وبيجي الراجل يضربه فبتبعده يوان وبتاخد الضربة هي بداله،
وساعتها ايديها بتتجرح، وبيقدر شين انه يتخلص من الراجل وبيوقف نزيف جرح يوان. وبيجي سو هو مخضوض على يوان جدا وبيطمن عليها، فبيتعصب شين لانه بيعامل مراته بود زيادة عن اللزوم وبيفكره انه المفروض يحترمها. فبتهديه يوان وبتقوله ان هي وسو كانوا زمايل في المدرسة، فبيتفهم شين الوضع وبيشيل يوان وبياخدها على المستشفى. وساعتها بتحس يوان انها كانت غلطانة لما فكرت ان شين عنده مشكلة مع شكلها، لانه فعلا خايف عليها ومهتم بيها. وساعتها بتدخل عليهم العقربة شيوا وهي عاملة نفسها الملاك الطاهر البريء، وبتطلب من شين يخرج ثواني عشان هي عايزاها. وساعتها بتروح يوان عشان تتصنت عليهم وتفهم اللي بينهم، وبتشوف شيوا وهي بتقرب من شين، لكن شين بيبعدها عنه وبيقولها ان اللي بينهم مجرد شغل وبس، فياريت تحترمي ده. لكن شيوا بتفضل تتمسكن وتعيط له وتقوله انها بتحبه من زمان وانه ما ينفعش يكون مع حد غيرها، وخاصة ان يوان ما ينفعش يفضلها عنها. وبتفضل تتكلم كتير لحد لما شين بيطردها من الشغل وبيقولها تبعد عنه خالص. وفجأة بقى بيجي الدكتور وبيقوله ان دواء عمل وش ده بقى جاهز. فبتتصدم شيواه لان شين ما بيشوفش، واللي بتتصدم اكتر هي يوان، واللي بتفهم ان علشان كده شين اتجوزها، لان في الحقيقة ما شافش شكلها اصلا، مش علشان هو متقبلها وحابب روحها. وساعتها بتسيب المستشفى وبتخرج وهي منهارة ومصدومة، بتطلب منه الطلاق وبتقفل في وشه، وهي حاسة باليأس والهزيمة لدرجة انها بتكون عاوزة ترمي نفسها قدام عربية وتخلص على حياتها. بس بتلاقي راجل عجوز برضه معدي، فبتخاف عليه وبتزقه علشان تنقذه. وساعتها بيسألها العجوز ده هي ليه نقذته من الموت، مع ان هي كمان كانت عاوزة تموت ورمت نفسها قدام العربية زيه. وبيقول لها الجد ان مهما كانت الاسباب فالاحسن انها تواجهها مش تتهرب منها، وبأكد لها ان الجمال جمال القلب والروح مش الشكل. وبيديها كتاب فيه وصفة أجداده السحرية، وبيقول لها انها لو عملت الوصفة دي فهي هتبقى حلوة من بره زي من جوه بالظبط. وبيختفي العجوز ده في غمضة عين، وبتستغرب يوان جدا، لكنها بتاخد الكتاب وبترجع على البيت وبتبدأ فعلا انها تحضر الوصفة دي وتحطها على وشها فعلا كل يوم، وبتستمر عليها لمدة معينة زي ما مكتوب بالظبط. اما شين بيكون هو وسو قلبين الدنيا على يوان ومش عارفين راحت فين او ليه هي اختفت كده مرة واحدة، وبيفضلوا يدوروا عليها في كل حتة. وبنشوف يوان واللي بتلبس وبتجهز للخروج اخيرا بمظهرها الجديد، وفي نفس الوقت بيعرف شين الحقيقة من سو، وان يوان مش جميلة ولا حاجة وانها علشان كده ممكن تكون اختفت. وبيعترف له ان يوان كانت رايحة تقابله علشان شغل مش علشان تتجوزه، وان الموضوع من الاول كان فيه سوء تفاهم، لكن مقدرش يتكلم وقتها لانه شافها مبسوطة. وبيعتذر من شين على اللي حصل، فبيقوله شين ان سواء يوان حلوة او وحشة فهي مراته وهتفضل مراته ومش هيتخلى عنها. وبنشوف يوان وهي داخلة على الشركة وبتبهر الكل بجمالها لدرجة ان زميلها بيجري عليها يطلب منها رقمها. فبتفتكر يوان ايام زمان لما كان زميلها ده بيتنمر عليها وبيعملها وحش جدا، فهي ما بتعبرهوش وبتبقى بالنسبة للكل غريبة ومحدش بيقدر انه يتعرف عليها خالص غير شين، اللي اول لما بيشوفها بيعرفها، وحتى سو ما بيعرفهاش بس بيطلب منها شين تحصله على المكتب. وبتروح يوان وراه، واللي بتكون رايحة مخصوص علشان تطلب الطلاق، وبتقدم استقالتها وبتديله اتفاقية الطلاق علشان يوقع عليها. لكن شين بيرفض ده وبيقطعها وبيعرفها انها مراته وانه مستحيل يتخلى عنها لأي سبب من الأسباب. وبيعترف لها انه ما كانش مؤمن بالحب لكنه حبها فعلا. وبتحاول يومان انها تمشي لكن شين بيوقفها وبيطلب منها سبب واضح للانفصال عنه. فبتعرفه يوان انها عرفت الحقيقة وانه عنده عمى وشوش، وانه اختارها من غير ما يشوفها مش علشان مهتم بروحها زي ما هي كانت فاكرة، وانه حبها زي ما هي. فبيقول لها شين انه فعلا ما شافهاش وقتها، لكن حتى لو شافها فده مش هيفرق معاه كتير. وبيقرب منها لأول مرة لكن يوان بتبعده عنها لانها شايفة انه خدعها. فبيأكد لها شين انه مش فارق معاه غيرها دلوقتي، وانه فعلا اتجوزها علشان روحها لانه ما شافهاش، وده بيأكد لها انه ما بيهتمش بالمظاهر وحبها لنفسها. وساعتها يوان بتهدى وبتصدقه والحمد لله يعني بيتصالحوا وبتسيبه يقرب منها عادي. بس احنا بنعرف بقى ان شين المرة دي شايفها، وده لانه واخد العلاج وبقى بيشوف، لكنه ما بيقولهاش علشان ما تفكرش انه رجع لها علشان شكلها او انها بقت حلوة. وبيخرج هو ويوان وبيكون الكل مبهور بجمالهم سوا وشايفين انهم لايقين على بعض، ما عدا طبعا مين؟ الحربيتين بتوعنا مينج وشوا.
واللي بيكونوا مقهورين من شكلها الجديد وعاوزين يتخلصوا منها ويبعدوها عن شين بأي شكل من الأشكال قبل لما يرجع يشوف، وساعتها يعجب بيها بقى. وبتلاحظ يوان ان بعد رجوعها على الشركة بشكلها الجديد الوضع اتغير ومعاملتهم ليها اتحسنت واتغيرت. وفي الوقت ده بيكون ابننا قاعد شغال في امان الله، وبيلاقي واحدة داخلة عليه لابسة نفس لبس يوان ومقلدة شعرها وشكلها الوحش، وده لان اللي زقوها عليه قالوا لها انه بيعاني من عمل اشكال، بس لان شين واخد العلاج وشايفها بيكون قادر يميز انها بتخدعه، وساعتها بيزقها وبيزعق فيها لانها مش يوان، وبيهددها لحد لما بتعترف له ان شيواوا هي اللي طلبت منها تعمل ده. في دخلة شيواوا واللي بتنكر انها تعرفها اصلا، بس بيلاقي شين رقمها متسجل عندها، وساعتها بيهزقها وبيرجع يحذرها تاني من افعالها دي، وبينبه عليها تبعد عنه وما توريهوش وشها تاني. وفي الوقت ده بتكون يوان شافت البنت وهي بتقرب منه وفهمت غلط برضه، وبتمشي وهي متضايقة وبتكلم شين تاني وبتقوله انها عاوزة تتطلق. وبتشوف يوان بنت بتجري والعربية هتخبطها، فبتجري عليها تنقذها، فبتقوم العربية خبطها هي وبينقلوها على المستشفى. وبيفضل شين قلقان عليها جدا لانها قعدت فترة طويلة في العمليات، لحد لما بيخرج الدكتور وبيطمنهم عليها، بس بيقول لهم ان للاسف الخبطة اثرت عندها في مركز الذاكرة، وان جالها فقدان ذاكرة مؤقت ولازم ترتاح. فبيدخل شين علشان يطمن عليها، وبتفوق يوان فعلا وهي مش فاكرة اي حاجة ولا حتى هي مين. فبيعرفها شين ان هو جوزها، لكن يوان بتحس بوجع غريب في قلبها وكأنها عايزة تبقى بعيدة عنه ومبتكونش فاهمة ده ليه. وبيطمنها شين انها فقدت الذاكرة وهي بتنقذ بنت، لكن الفقدان ده مؤقت وهتبقى كويسة. وبيروح علشان يجيب لها الاكل، لكنه لما بيرجع المستشفى ما بيلاقيهاش، وبيتصدم لانها هربت من المستشفى في الوضع ده وما بيكونش فاهم حتى ليه. وبيخلي سو يدور عليها في كل حتة، وبيكون خايف عليها لانها مش فاكرة اي حاجة. وساعتها بتسمع مينج ده وبتعرف اللي حصل لشيوا وبتتبسط جدا. وبنشوف يوان وهي ماشية تايهة في الشوارع ومش فاكرة هي مين ولا عارفة تروح فين، وكل اللي عارفاه انها هربت علشان ما تعرفش اذا كان شين فعلا جوزها ولا لأ، ومحتاجة ما تنامش لحد ما ترجع لها ذاكرتها. وبنرجع لشين واللي فجأة بيتعب وبيروح تأثير العلاج تاني وبيرجع ما يشوفش. وبتستغل مينج واخوها فكرة عم شين وان يوان بعيد عنه وتايهة وفاقدة الذاكرة كمان، فبتغير مينج ستايل لبسها واسلوبها وبتخليه مقارب ليوان. وبتتعين سكرتيرة عند شين وبتقوله ان اسمها تينا، وبالليل بيديها اخوها دوا بيغير الصوت. وبتدخل مينج تقرب من شين، ولما بيسمع صوتها بيفكرها يوان وبيشدها، لكنه بيقدر يميز ان مش هي من ريحتها، وبيزقها وبيسألها هي مين. فبتعرفوا الناس سكرتيرته تينا، فبينبه عليها شين انها تاخد بالها من تصرفاتها. وفي تاني يوم بتروح تينا مع شين على البيت تنقل حاجات، وبتشوفهم يوان سوا، فبتفكر ان شين بيخدعها او بيخونها، فبتمشي بعد ما كانت مقررة تروح له، وبتقرر ما تروحلوش لانها فاكراه مش بيدور عليها. وبتروح يوان تشتغل في مطعم علشان تقدر تصرف على نفسها لحد ما تعرف هي مين او تفتكر اي حاجة. وبتعملها صاحبة المطعم كويس جدا وبتحبها لانها شاطرة ومحترمة. وفي الوقت ده بتكون مينج معدية بالصدفة وبتشوف يوان في المطعم، وبتقرر انها تستغل فقدان ذكرياتها ده وتبعدها نهائي عن شين. بس بيجيلها مكالمة تليفون بان شين متقل في الشرب وسكران، فبتروح علشان تاخده على البيت وتستغل هي الفرصة. ولما بتاخده على البيت بتحطله مخدر في المية وبتشربهوله، وبتحاول انها تغريه وتقرب منه. وفي نفس الوقت ده بتروح المديرة ليوان وبتقولها تتصل بحد تطمنه عليها، وبتكون يوان مش فاكرة اي حد وبتكتب الرقم اللي بيجي في دماغها واللي بيكون رقم شين، بس مينج بترميه في المية علشان يفصل ومحدش يزعجهم في ليلتهم دي. وما بتلاقيش يوان رد، فبترجع التليفون للمديرة تاني، وبتحاول مينج انها تقرب من شين، لكن شين بيقدر يميز انها مش مراته وبيزقها وبيبعدها عنه وبيعملها بقسوة وبيطردها. وفي تاني يوم بتروح مينج على المطعم اللي شغالة فيه يوان وبتعرض عليها فلوس في مقابل انها تسيب البلد دي، بس يوان بترفض لانها ما بتكونش فاهمة هي مين دي وليه بتكرهها قوي كده. وبيفوق شين وبيلاقي رقم غريب رنن عليه، فبيرجع يرن عليه تاني، وبالصدفة بيسمع صوت يوان بتتخانق مع حد، وبيعرف من الست عنوان المطعم وبيخرج جري. وبيوصل شين على المطعم وبيلحق يوان قبل ما مينج تتعرض لها، وبيحضن يوان وبيطمنها انه جنبها ومش هيسيبها تاني، وبياخدها على البيت معاه.
وفجأة بتتعب وبيغمى عليها، ولما بتفوق بتكون افتكرت كل حاجة لحد يوم الحادثة، ومش فاكرة الفترة اللي قبلها اللي فقدت فيها ذاكرتها، وبتفتكر انها كانت عاوزة تتطلق منه، وبتقوله انها عرفت انه رجع يشوف ورجع لها بس علشان شكلها، فبيعرفها شين ان مفعول العلاج راح ورجع ما يشوفش تاني، وانه سواء بيشوف او لأ فقلبه قادر يتعرف عليها. وبتحس يوان المرة دي انها مصدقاه وفعلا بتسامحه، وبيروح شين يطرد مينج واخوها من الشركة نهائيا، وبيخلي الشرطة تيجي تاخدهم كمان بتهمة النصب واختلاس فلوس من الشركة. وبيشتري شين المطعم اللي الست شغالة فيه وبيقدمهولها كهدية شكر على اللي عملته مع يوان، وبيعلن شين لكل اللي في الشركة ان يوان تبقى مراته، وبيقرب شين من يوان وعلاقتهم ببعض بتتحسن لدرجة ان شين بيقدر يشوف وش يوان كويس جدا من حبه فيها، على الرغم من انه ما بيقدرش يشوف وش اي حد تاني، ودي بالنسبة له معجزة. وبيتقدم شين ليوان قدام الكل وبيوعدها انه هيفضل يحبها ويميزها دايما، وبتحس يوان انه صادق في مشاعره وبتوافق انها تكمل معاه باقي حياتها. ولحد هنا بتكون خلصت قصتنا الجميلة، ويا رب يا رب تكون عجبتكم، بس ما تنسوش اللايك بتاعكم الحلو وتصلوا على النبي وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وكمان تشتركوا في قنواتنا التانية هتلاقي الرابط بتاعتها موجودة في صندوق الوصف.